أيها الإخوة المؤمنون، قدمتم تتساءلون عن رمضان وعن حال المسلم فيه، وما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه في نهار رمضان ولياليه. وهل حال المسلمين في رمضان إلا قلوب خفاقة وعيون مهراقة وأنفس إلى لقاء ربها مشتاقة؟ وهل حال المسلمين في رمضان إلا دعاء وصلاة وصدقات وزكاة وتسبيح وتهليل وذكر لربها ومناجاة؟ وهل حال المؤمنين في رمضان إلا توبة واستغفار وتشبه بالأبرار واقتفاء لهدي ومنهج سيد الأخيار صلوات الله وسلامه عليه؟ إن رمضان فيه ما فيه من نفحات إلهية وما فيه من رحمات ربانية، مظهر من مظاهر رحمة الله جل وعلا بعباده. ألا وإن من أحوال المسلمين في رمضان أن يعلموا أن الصوم أبين خصاله وأهم ما يمكن أن يقدم عليه المؤمن من عمل خاص برمضان. والصوم أيها المؤمنون من أجل القربات ومن أعظم الطاعات، فقد صام نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض عليه صيام رمضان. للصائم فرحتان يفرحهما، يفرح بفطره إذا أفطر ويفرح بصومه إذا لقي ربه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكثير وفهام من الناس اليوم عفى الله عنا وعنهم لم ينظروا إلى رمضان إلا أنه تغيير في البرنامج اليومي وتبديل في البرنامج الزمني، فيقضون نهار رمضان في سحابة نوم متواصل، ويقضون ليله والعياذ بالله في لهو وعبث متواصل، ويظنون بذلك أنهم قد أدوا ما عليهم وأنهم صاموا. والمقصود من ذلك أن يعلم المؤمن أن رمضان أيها المؤمنون باب عظيم من أبواب الجنة وطريق بين إلى رضوان رب العالمين جل جلاله. وإن من رحمة الله بك أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة أن يبلغك الله شهرا كرمضان. وانظر إلى من هم اليوم تحت الثرى وفي طيات المقابر كيف لا يستطيعون أن يخرجوا منها أبدا، ولا أن يقدموا لأنفسهم عملا صالح لا في رمضان ولا في غيره. وأنت ربك قد اصطفاك وبلغك رمضان وأرشدك إلى معالم الحق وبين لك مواطن الطاعة وبين لك مواطن المعصية. ولكن ينقص الناس اليوم أمران: الأول اليقين بلقاء الله تبارك وتعالى، وإنه إذا رزق العبد اليقين بلقاء الله جل وعلا هانت عليه الأعمال وسهل عليه طاعة ربه جل جلاله. فإذا وقر في القلوب هذا سهل في الطاعات، سهل إتيان المساجد، سهل القيام بين يدي الله، سهل الصبر على النصب والتعب والعطش وما يكون من وراء الصيام من جهد ومشقة. والمقصود من هذين الشاهدين أن المؤمن ينبغي عليه أن يكون ذا نظرة أخروية يفكر ويؤمل فيما عند الله. أما متاع الدنيا فإن حدث بلا جهد ولا مشقة فلا حرج ولا ضير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما أن يكون الدين هو الضريبة لنيل المتاع الدنيوي فلا وألف لا، لأن الدنيا ستفنى وما عند الله أيها المؤمنون خير وأبقى. أيها المؤمنون، كذلك من أحوال المسلمين في رمضان ذكر ربهم تبارك وتعالى. ولا ريب أن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر على الإطلاق. فمن كان يحب الله حبا يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته ولا يقدم على حب الله حب أحد، كان طبيعيا وبدهيا أن يلهج لسانه بذكره. ولكن المغرقين بالشهوات والعاكفين أمام شاشات التلفاز والمستمعين إلى ما حرم الله، هؤلاء غالبا ليس في قلوبهم إلا ما يبتغيه الشيطان ويريده أصحاب الفجور ويرتضيه أهل الهوى. فلذلك من البدهي أن يقل على ألسنتهم ذكر الله تبارك وتعالى. فالذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن في المقام الأول أن يجنب نفسه المواطن والمنازل والأماكن التي تلهي عن الله، لأنها إن ألهت عن الله ألهت عن ذكره. وينبغي عليه أن يحرص على أن يرتاد الأماكن التي فيها إحياء لذكر الله كالمساجد والصلوات وحلقات العلم ومواطن المحاضرات
والجلساء الصالحين، فإن تلك المواطن مما تعين المرء على ذكر ربه. أما كيف يذكر المؤمن ربه؟ فإن قراءة القرآن ذكر، والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر، وتهليل الله وتسبيحه وحمده والثناء عليه ودعاؤه نوع من الذكر. وأعظم الذكر على الإطلاق قول لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورحمته التي وسعت كل شيء أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه.